دلوقتي هنتكلم عن طريقة الشوي في تابروير. دي قطعة معانا اسمها سيتوز. القطعة دي من القطع الأكثر من رائعة اللي أنا بقدر أطبخ فيها كل حاجة، سواء عايزة أطبخ خضار، عايزة أشوي فيها، عايزة أحمر فيها، بقدر أستخدمها أكثر من استخدام. بيمتاز قطع تابروير زي ما انتم شايفين انه كلها استانلس حتى ايديها، فانا بقدر ادخلها كمان جوه الفرن، مش صعب ان ادخلها. في حاجات تبقى ايديها بلاستيك صعب، اما دي التصميم بتاعها بيساعدني ان انا ادخلها جوه الفرن. النهارده هنشوف طريقه الشوي في تابروير. لما اجي عايزه اشوي حاجه لازم اولع النار على الحله بتاعتي. بنأكد في موضوع ان اولع النار تبقى في نص القاعده، النار ما تطلعش على الجناب. هشغل النار لغاية ما لما أنقط مية جوه الحلة بتاعتي تجري معايا زي الكريستالة. هنا معناه إنه بقت القاعدة درجة حرارتها المثلى عشان أبتدي الشوي وأحط اللحمة بتاعتي، بحيث إنها تاخد صدمة وتقفل المسام، ما تنزليش أي سوائل، وتساعد على الشوي وتحافظ على الأملاح اللي موجودة فيها. النهاردة أنا معايا اللحمة مش ضايفة ليها أي حاجة، لا بهارات ولا ملح ولا فلفل ولا اي حاجه. هتشوفوا ازاي اولا مش هتحسوا باي نوع من الزفاره، وهتشوفوا ازاي محتفظه بالاملاح اللي موجوده فيها. انا هبتدي احط ميه. طول ما هي الميه بتكون يعني مجرد ميه بتنزل وبتتبخر، فانا لسه درجه حراره الحله بتاعتي ما وصلتش لدرجه الشوي. في اشخاص احيانا بتدهن الحله وبتولع عليها النار تسخنها، او بتسخن الحله وبعدين تحط عليها زيت مثلا. ده غلط. ما احطش زيت واسيب الحله تسخن، ولا ان اسخن الحله واحط فيها زيت. ما بسخنش الحله الا في حاله الشوي بس، وان انا هحط ميه اختبر، مش اسخن واروح ضايفه زيت وبعدين اشوي او اقلي، لانه دي الطريقه مش صحيحه. بدت دلوقتي الميه لما بحطها تجري معايا زي الكريستاله، فهبتدي احط اللحمه. هتسمعوا صوت الصدمه. في اشخاص بتقولي طيب انا هحط اللحمه بس باجي مثلا انه اللحمه بتلزق معاها، بيبقى صعب عليها انها تقلبها. في حال ان انت ما كنتيش سخنتيها كويس وبدت تلزق معاكي، غطي الغطا ووطي النار لمده 5 دقائق، هي لوحدها هتفصل. تقدري بعد كده انك تقلبيها الناحيه الثانيه، يعني ما تخافيش انه يحصل معاكي حاجه زي كده، ممكن تقدري تتصرفي. هنا ببتدي اجيب قطعة من التولز اللي انا اقدر ادوس عليها بالطريقة دي. بفضل ادوس عليها كل شوية لغاية ما الاقيها سهل انها تفصل معايا وتقلب معايا. اديها وقتها عشان يبقى سهل عليكي انك تقلبيها. هتلاقيها اصلا هي بتنزل كمان الدهون اللي موجودة فيها وبتتحمر فيها. لما بحمرها من ناحية واقلبها الناحية التانية تتحمر برضو، وقتها بغطي الحلة بتاعتي. ممكن اضيف بقى بصل، فلفل رومي، عايزة تقطعي بطاطس، اي حاجة تضيفيها ممكن تضيفيها، وبغطيها بوطي النار لمدة تقريبا 10 دقايق، وبعد كده بقفل النار وهي بتكمل على حرارة القاعدة لمدة 10 دقايق تانيين او ربع ساعة. هتلاقي اللحمة بتاعتك لو هي يعني النوعية بتاعتها مش كبيرة، مش هتاخد اكتر من 10 دقايق بعد ما اوطي النار. لكن لو هي عجوزة شوية بتبقي محتاجة تديها وقت اكتر. انت مع الاستخدام هتبتدي تعرفي قد ايه الوقت اللي تسيبي النار واطية عليها. هوريكم يعني دلوقتي
ازاي هنا اتحمرت معايا وقلبت بكل سهوله. هقلبها الناحيه التانيه. التولز بتاع التابروير كمان صراحه بتسهل عليكي كتير. شوفوا هنا اتحمرت معايا ازاي واتقلبت معايا بكل سهوله، مفيش اي حاجه لزقت معايا، وبكل سهوله قدرت ان انا اقلب اللحمه بتاعتي. هفضل سايباها ادوس عليها كده لغايه ما تتشرب السوائل اللي بتنزل من اللحمه. زي ما احنا قلنا انا ما ضفتش اي سوائل، ودي ميزه بنرجع نقول انا لما بساوي الاكل على البخار بتاعه على الدهون بتاعتها لا بتفقد الاملاح ولا الفيتامينات اللي موجوده فيها، ومش محتاجه اضيف لها لا بهارات ولا فلفل ولا ملح، وده مفيد جدا للاشخاص امراض الضغط. ولو عندك كميه لحمه عايزه تعمليها كميه اكتر من دي، ممكن احمر دول واجيب الباقي احمرهم برضو، وبعدين احطهم كلهم واغطيهم واكمل سوا. لانه في اشخاص ممكن تقولي احنا عيله كبيره، طب انا مش عايزه احمر 4 بس، انا عايزه احمر اكتر. اوكي مفيش مشكله، حطيهم يتحمروا ال4 دول، قلبيهم، شيليهم، حطي ال4 التانيين، وبعدين حطيهم كلهم تاني وضيفي الاضافه اللي انت عايزه تضيفيها وغطيها ووطي النار وكملي سوا. في ناس ممكن تسال على التنظيف. التنظيف سهل جدا، مجرد ان انا بعد ما اخلص، اكيد احيانا لما بشوي وده بيبقى فيه اثار محل الشوي، مجرد انك انقعيها بشويه ميه سخنه وسائل مواعين هتلاقيها سهله جدا جدا في التنظيف. يعني من اروع الحاجات في تابروير الصراحه هي سهوله تنظيف الحلل. زي ما احنا شايفين هنا اللحمه بتاعتنا اتشوت، مجرد بقى ان انا ممكن اضيف عليها كده عندي مثلا فلفل رومي وبصل، هضيفهم عليها واغطيها واوطي النار واسيبها 10 دقايق ربع ساعه واسيبها تكمل سوا، وبعد كده بقفل النار واسيبها برضو تكمل سوا اكتر على حراره القاعده بتاعتها. هضيف دلوقتي البصل، ممكن اضيف فلفل رومي لو انا حابه، عايزه تحطي مشروم، عايزه تحطي بطاطس، عايزه الحاجه، عايزه تحطي خضار، الحاجه اللي انت بتحبي تضيفيها تقدري تضيفيها. انا هنا زي ما انتوا شفتوا انا لا ضفت بهارات ولا فلفل، اللحمه ما كنتش متبلاها خالص، مفيش اي ريحه، بالعكس انا شامه ريحه شاوي. ضفت هنا بس البصل والفلفل الرومي، مفيش ملح، ودي الميزه اللي احنا بنقول عليها. احب الفت انتباهكم زي ما انا قلت هنا الغطا ليه فتحتين، لما اجي دلوقتي اغطي الغطا بغطيه بحيث الفتحتين ما يبقوش اتجاههم عليا ولا اتجاههم على الايدين، عشان لا يسخن لي الايدين ولا البخار يأذيني انا وانا بشتغل. دايما اخلي الفتحتين دول اتجاههم لبره. هغطي الغطا وانا هيبتدي يطلع هنا بخار. اول ما يطلع البخار من هنا انا هوطي النار واخليها على نار واطيه لمده تقريبا ربع ساعه. بعد كده بقفل النار وهسيب على حراره القاعده يكمل سوا. لو اللحمه بتاعتي عجوز شويه فانا مضطره هنا يمكن مش ربع ساعه، يمكن مضطره اخليها واطيه لمده تلت ساعه او نص ساعه على حسب نوع اللحمه، وده انت مع التجربه مره مع مره هتقدري تعرفي امتى هتقفلي النار وتسيبيها تكمل على حراره القاعده. انا بدل البخار اهو يطلع من هنا هوطي النار بتاعتي، هسيبها على نار واطيه لغايه ما تستوي. احنا خلاص بعد ما وطينا النار وسبناها كمان متغطيه 10 دقايق او ربع ساعه، دي النتيجه بتاعتنا زي ما انتم شايفين. ولو تلاحظوا انه فيها سوائل لسه، رغم ان انا يعني ما حطيتش اي ميه ولا اي حاجه. طبعا انا مش محتاجه انقلها في سيرفيس تاني ولا اي حاجه، لانه زي ما احنا قلنا انه تابروير بقدر احطها على السفره، لانه هي شكلها اصلا تقديم حلو جدا. بقدر ازينها برضو بشويه بقدونس على الوش واقدمها على السفره. وفي اشخاص بيسالوني انه لو هم مثلا حابين ان عندها عزومه وانه الناس مثلا ممكن تكون قاعده وقت طويل وهي حابه انه الاكل بتاعها يفضل ساخن، ممكن تحطي قاعده ستانلس للحله بتاعتك وتحطي تحتيها الشمعه بحيث انه تحافظي على درجه حراره القاعده، فبالتالي هيفضل الاكل بتاعك سخن لفتره اطول.